صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الحب على أحلى ناس في الدنيا، على أجمل متابعين في الدنيا. أنا ربنا بعتهم ليا من القناة دي. ما تحرمش من ذوقكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت عندي جديد. وحشتوني جدا جدا. وحشتوني قد الدنيا دي كلها. زي ما احنا شايفين هنا كده. بصوا، عملت اللورس دي علشان خاطر عيونكم انتوا بس، بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة جدا جدا. نصلي بينا على النبي بقى وتعالوا نشوف عملناها ازاي. عملتها بطريقة سهلة جدا جدا علشان خاطر عيونكم انتوا بس. اول حاجة كده ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، جهزت معايا حوالي كيلو دقيق. تمام. جبت معايا كمان ظرف فانيليا. حطيت كمان ظرف بيكنج باودر. حطيت كمان ظرف خميرة أو باكت خميرة، حطيت عليه بيضتين. وكمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حطيت كمان معلقتين محسن جل. تمام تمام. وكمان هنا معايا 4 معالق سكر وعليهم نص معلقة ملح. وهنا كمان حطيت نص يعني حوالي كده كوباية إلا ربع، كوباية إلا ربع لبن. اللبن يعني إيه، عايزاه يبقى دافي كده شوية. تمام تمام. وكمان معايا كوباية إلا ربع زبدة كده، على إيه، على زيت. زبدة اللي هي الفرن العادية جدا جدا، أو أي سمنة عندك في المطبخ حطيها. حطينا ربع كوباية زبدة وحطيت عليهم نص كوباية زيت. يبقى الإجمالي بتاعي كوباية إلا ربع بالظبط. تمام تمام. أدا الكيلو الوراث اللي هي الطرية، اللي هي الترس بتاعت الأفران. هنعملها بطريقة حلوة وبسيطة جدا جدا. ويا سلام لو عندك بقى كمان شوية لبن بودر كده، هنحط عليهم كمان 3 معالق. بس أنا بصراحة كان خلصان عندي. وابتديت إن أنا أقلب كده وأعجن وألف العجينة في إيدي. احتجت كمان نص كوباية مية. تمام تمام. هنفضل نعجن كده زي ما حضراتكم شايفين، لحد ما العجينة تديني القوام الحلو اللذيذ ده. شايفين الحلويات، شايفين الحلويات. ما زودتش عن كده مية ولا زودت عن كده لبن. عايزة تحط الكمية كلها لبن ماشي، عايزة تحط الكمية كلها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مية ماشي. لو عندك شوية لبن وبازو عندك أو رايبين ومحتفظة بيهم في التلاجة. أنا بعين ده كله كده على بعضه لحد ما أكون كمية. عجنت عجيني وغطيته بكيس كده بتاع تلاجة، وكمان حطيت على فوطة وعنته في ضلفة المطبخ. هناك كده كنت بجهز علشان خاطر هنشوي سمك. حطيت شوية زيت في الأرضية بتاعة الحلة. وضربت بصلتين كده في الكبة ورحت ضيفهم عليهم، هديت النار عليهم. ورجعت أشوف أنا هعمل إيه. كان عندي كده كرنب، كنا يوم جمعة. وقلت إيه، أجهز الكرنباية دي أسلقها كده علشان خاطر ما تبوظش مني. وهنا كمان كنت بعمل دايت السمك، شوية فلفل كده، شوية توم، شوية خضرة، شوية طماطم، وظبطت الدنيا كده. وكمان البصلية بتاعت الرز عندي احمرت زي ما انتوا شايفين. نزلت عليها بمعلقة كمون ومعلقة كزبرة. ورحت مقلباهم كده تقلبتين اخدوا مني حوالي نص دقيقة. كنت مجهزة المية عندي بتغلي. رحت ضيفها على البصل بتاعت مية الرز. المية غليت، رحت نازلة بيها على ايه، نزلت بالرز على المية. تمام كده تمام كده. معلش انا لسه صاحية ومش متظبطة. فقلت ادخل اسجل الفيديو علشان خاطر ينزل لكم بدري شوية. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا كمان كنت بسلق الكرنب كده وبجهزه، ما بحبش اعين عندي حاجة في المطبخ مش متظبطة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. لو وصلت لحد هنا اضغطي لي حتة لايك صغنطوط، وكمان حتة اشتراك احلى. ربنا يخليكم ليا اجمل عيلة في الدنيا. نفسي العيلة بتاعتي تكبر، وهنا يعني مش هتكبر الا بحضراتكم. هنا كمان كنت بشوي السمك، سمك صغنطوط بس السمك ده غالي. من اللي هو كله بطاريخ ده يا جماعة، الكيلو حوالي ب30 أو ب35 جنيه. بس بصوا بنحب ناكله، كان تحفة تحفة. هنا خلاص كده كنت يعني انا حبيت اجيب لكم المقطع ده علشان كده ما احرمكوش من اي حاجه. خرجنا كده على البلكونه زي ما انتوا شفتوا، والفرن الصغير الحلو اللذيذ. والحمد لله خلصنا غدا زي ما احنا شايفين مع بعض. ده كله والورز بتاعتي بتتخمر. عايزاكي تبداي يومك وتبقى عارفه انت هتدخلي تعملي ايه في مطبخك. هتظبطيه ازاي. اول حاجه هتاخد معانا وقت نخلص منها الاول، وبعد كده نبص على الحاجات اللي هي ايه البسيطه السهله، علشان خاطر نكون داخلين احنا يعني عارفين هنعمل ايه. نظبط اليوم الحلو اللذيذ بتاعنا. صدقيني هتلاقي المطبخ بتاعك ما بياخدش منك اي وقت. وكمان بصي تشغلي كده يعني اي قارئ من اللي هم بتوع القرآن الكريم، علشان خاطر اليوم يبقى حلو لذيذ. انا كنت بدخل، مش هقول لكم كنت بشغل قرآن على طول. كنت بدخل اشغل اغاني كده واشغل الصب واعليه بس. سبحان الله رب، يعني جيت كده في فترة ربنا هداني وبقيت اشغل الشيخ عبد الرحمن مسعد زي ما بقول لكم كل مرة بحب اسمعه. فظيع جدا جدا. بيديكي حرة يعني حاجة كده نفسية، حالة نفسية خطيرة. ان انت كده تقومي وتخبطي كده في الدنيا وتظبطي
وتظبطي كل حاجة حواليك. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. متشكرة جدًا لكل الناس الجميلة اللي دخلت عندي جديدة. بُص وإحنا بنتكلم الكلمتين مع بعض شطّبنا حوضنا بسرعة، ضبّطنا مطبخنا، حتى البوتاجاز غسلته، وكنت مجهّزة للمحشي علشان هاحشيه الصبح، وقُلت أخلص كده من كل حاجة. ربنا يدينا الصحة أحسن من أي حاجة في الدنيا. ضبّطنا مطبخنا، ضبّطنا الدنيا. جِبت معايا هنا حوالي نُص كيلو عجوة زي ما إحنا شايفين، بنجيبها كده من السوبر ماركت جاهزة. حطيت عليها يعني في الطبق ده كده حطيت معلقة زبدة، تمام، تمام. وهدّيت النار بتاعتي وابتديت إن أنا إيه، أضغط عليها بالترس ده كده زي ما إحنا شايفين لحد ما نعمت معايا زي ما إحنا شايفين كده بالضبط. كوّرتها كوار صغنطوطة أهو، كل واحداية بواحداية علشان بس ما اعُكِّش إيدي وأنا إيه، حاطة إيدي في العجين. العجين بتاعي كان اختمر وبقى زي الفل كده. قطّعته كِوَر زي ما إحنا شايفين، كِوَر صغيّرة مش كبيرة خالص ولا حاجة. ومسحت الرخامة طبعًا بتاعتي من المَيّة علشان ما فيش أي مَيّة تيجي عليها تبوّظ لي العجين بتاعي. بابطّطها كده على شكل دائري أو بيضاوي. ونصلّي بينا على النبي يا جماعة، صلّوا بينا على النبي. حطّوا لي حتّة لايك كده وحتّة اشتراك عشان نِفسي العيلة بتاعتي تكبر ومش تكبر إلا بيكم. هنا بقى عملت العجوة زي ما إحنا شايفين كده زي الرول. وكمان لفّيت حتّة العجينة بتاعتي أو الكورة بتاعتي، كوّرتها كده وعملتها شكل بيضاوي، حطّيت فيها العجوة كمان وزي ما إحنا شايفين كده بالضبط. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط كده على حضراتكم، وأكون ضيفة خفيفة عليكم يا رب العالمين. هنا كده بابتدي إن أنا أهو أبرمها كده وأفضل أبرم فيها وألِف فيها علشان خاطر كل الحتّة اللي في العجينة تبقى زي بعضها أو متساوية. وبنقفّلها كده زي ما إحنا شايفين، بندخّلهم في بعض كده. يا رب الشرح بتاعي يكون سهل وبسيط عليكم. جِبنا بقى الفكرة الحلوة اللذيذة، جِبت المقص وأنتِ بتقصّي كده وبتقصقصي اوعي تقطعي لآخر العجينة لأ، يا دوبك توصلي لنُص العجينة زي ما إحنا شايفين. كده خلاص، كده خلاص، كده تمام، كده تمام. جِبت صينية عندي طبعًا دهنتها مادة دهنية، شوية زيت بُساط كده وبارُص فيها. وكمان هنسيبها بعد ما رصيتها على الصينية كده تتخمّر حوالي تِلت ساعة. طبعًا إحنا في الحَر ما بتحتاجش إن هي تاخد وقت معاكِ، تمام، تمام. هنعمل كمان مع بعض كده وحدايا أهو زي ما إحنا شايفين. بنقفّل كده من الجناب وهنبرم كده ونفضل نلِف في عجينة أهو زي رول كده بالضبط. نفضل نلِف فيه، نلِف فيه علشان خاطر نبُص نلاقي الدنيا كده حلوة وسهلة وبسيطة معانا. وعايزاه كُلّه يبقى سَوا بعضه، عايزاه كُلّه يبقى حجم واحد علشان خاطر ما تبقاش حتّة تخينة وحتّة إيه، رفيّع، تمام. وبنقفّلها كده بندخّل العجينة جوّه بعضيها. وبنجيب المقص تاني هاعمل معاه حضراتكم كمان واحدة زي ما إحنا شايفين كده، تمام كده، تمام كده. هنغطّيها كمان بكيس استرتش بعد ما نخلّص كده علشان هنسيبها كمان حوالي تِلت ساعة علشان ما تقشّفش منّي أو تدّيني طبقة كده ناشفة، تمام، تمام. هنا كده جِبت كمان بيضاية معايا حطّيت عليها آآ يعني الكيس بتاع الفانيليا أخدت منّه كده نُصّه، تمام، تمام. وقلّبتهم كده في بعض خدت صفار البيضة بس مش البيضة كاملة. وكان معايا شوية سمسم، فملوكة كده ربنا يخلّيها كانت قالت لي: "يا ماما اوعي وأنا هادهن هنا." دهنت هي وأنا بقيت أحط السمسم وراها. طبعًا عملنا الفرن كنت مولّعاه فرن كده على درجة حرارة متضبّطة كده. أنا الفرن اللي هو بتاع الغاز شغّاله عالي شوية وبعدين باهدّي النار خالص ومن الجناب باهدّي خالص برضه. وهنا كده حبّيت أعمل الشكل الحلو ده كده معاكم. جِبت العجينة زي ما إحنا شايفين وباحط فيها حتّة العجوة أهو. بُصّوا بافتّحها كده وما بابطّطهاش، باعملها كده زي خلية النحل بالضبط، تمام كده. وكان في كمان نُص كده من العيال قالوا: "يا ماما إحنا عايزينها بجبنة قديمة." حشيتها لهم بجبنة قديمة. عايزة أقول لكم إن هي كانت خطيرة جدًا، جدًا. وطبعًا زي ما باقول لكم كل مرّة، أنتم وِش الخير عليّا، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. عمري ما خرجت ما عملت أي حاجة معاكم إلا وطلعت حلوة. وأنا باسوي القُرَص أو أنا كده يعتبر سويتها أهو زي ما إحنا شايفين، ما شاء الله كانت خطيرة جدًا، جدًا. قُلت أنشر شوية الهدوم دول كده. خرجت نشرتهم برّه. كانت الساعة حوالي كده 17:00 المفروض إن أنا هانزل بقى أروح على الجُرن. فقُلت أنشر شوية الهدوم دول كده إيه، علشان خاطر أدّيكِ شوية طاقة وشوية حماس وشوية نشاط. علشان خاطر أنتم أحلى عيلة في الدنيا، أنتم أجمل ناس في الدنيا. ربنا يخلّيكم ليّا. يعني بُصّوا صدّقوني كل حد منكم بيدخل يكتب لي comment كده بابقى سعيدة جدًا، جدًا. بابقى مبسوطة وأنا باقرا التعليق بتاعه. بادخل أبُص ألاقي الفيديو جاب لي مشاهدات، بابقى مبسوطة جدًا، جدًا. أي نعم المشاهدات لسه صغنطوطة، بس إن شاء الله مصير الصغير هيكبر. ونفسي أكمّل معاكم كده يعني لحد ما لا نهاية، لحد ما القناة دي تكبر
تكبر وتكبر وتكبر، ونفسي أي حد يبقى عنده هدف في دماغه يفضل وراه كده لحد ما ينفذه ولحد ما يحققه. اوعي تملي أو اوعي تزهقي. عمري ما زعلت إن في فيديو ما جابش عندي مشاهدات، عمري ما زعلت إن القناة بتاعتي ما كبرتش بسرعة. طبعًا كل حاجة بتاخد وقت، كل حاجة بتاخد مجهود منِّك، لازم أنتِ تعملي أقصى مجهود علشان طبعًا لازم ربنا هيكافئِك إن شاء الله. اوعي تقولي إن ربنا هيضيّع تعبِك ده على الفاضي، لأ والله، ربنا ما بيضيّعش تعب حد ولا بيضيّع مجهود أي حد، فالحمد لله. طول ما فينا صحة وفينا أمل وفينا كده قوة وفينا نشاط هنعمل أحلى حاجة في الدنيا، علشان إحنا كلنا بنشجّع بعض وكلنا بناخد الطاقة من بعض. متشكرة جدًا ليكم، وزي ما أنتم شايفين القرص كانت خطيرة جدًا، جدًا، واليوم بتاعي حلو وبسيط وعدّى كده معاكم بسرعة. نِفْسي أفضل معاكم كده طول اليوم أصوّر ونتكلّم مع بعض. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، يا أجمل عيلة في الدنيا، يا أحلى ناس في حياتي، ربنا يخلّيكم ليّا. نِفْسي كده تشوفوا القناة وتتبسطوا وتكتبوا لي كده تعليق حلو وكمان اشتراك وكمان لايك.